بسم الله ما شاء الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة أم هنا. اليوم البنات نديرو مع بعضنا عصير بالفراولة، يجي عصير منعش ما شاء الله. نتمنى تتبعوا لا فيديو حتى النهاية. هنا عندي الفراولة أو الفريزة. عندي هنا البنات غسلتها ونحيت لها نقيتها. عندي زوز علب تاع لايورت تاع فراولة، عندي كاس حليب يجي نص إطرة، عندي زوز ملاعق تاع سكر. السكر على اختياري، كل واحد كما يحب الحلاوه تاعو. هنا عندي الفريزه ثاني تاع لايورت. الحليب يكون لازم يكون بارد البنات، لازم يبارد باش يجيك عصير منعش. هكذا البنات كنا نبداو نديرو في الطاس تاع ميكسور، نرحوهم مليح كلش نرحوه مع بعضها. هنا نقشروا الفراوله تاعنا، لازم نحول هذوك ونقوها. سيرتو اليامات الفراوله كاثره وطايبه بزاف تخسر، نديروها عصير. نقطعها كامله البنات، نقطعوهم هكا شكل هكا، نقطعهم ونروحهم في الطاس تاع الميكسور، نرحيهم مليح حتى تشوفهم ترحام. هنا قلت لكم البنات عندي زوج حبات تاع لايورت. من الاحسن يكون تاع الفراز. حنا راك نفرخهم هنا مع الفراوله، وندير الحليب وزوز ملاعق تاع سكر، والسكر يرجع لك على حسب الحلاوه، كما كل واحد كما يحب الحلاوه تاعو. ونحطو في الميكسور نرحيه مليح حتى تشوفوا الترحالي يجيني كي لايورت. لازم يكون عاقد. من الاحسن يكون الحليب تاعك يكون بارد باش يجيك العصير تاعك منعش ويجيك بارد ويجيك بنين. سيرتو في الصيف هذا نشربوها البنات، نشربوا بزاف العصاير ونستغلوا اليامات بزاف كاينه الفراوله. هنا ندير زوج ملاعق تاع سكر. انا نحطها فوق البيطره، نرحيها مليح البنات، ترحوها قلت لكم حتى تشوفوا العصير تاعكم ترحى خلاص وعود عاقد، يجيكم كيلا يورت ويجيكم ثقيل. حبيتي ثقيل خليه ثقيل، حبيتي تخفيه زيديلو الحليب. هكذا البنات. شوفوا نضربوا هنا مليح حتى نشوفوا ترحى لي مليح، ما تصفيه ما والو، غير خليه يرحى يترحى حتى يروحوا الحبيبات هذوك. هنا البنات تا وجد العصير تاعنا، هنا نفرغوه في الكؤوس تاع العصير ونزينوه بالفرق، ويجي المذاق تاعو ما شاء الله، سيرتو في الصيف ويكون بارد. نتمنى تعجبكم هذا العصير، يعجبكم هذا العصير وجربوه وديروا. سيرتو قلت لكم هالايامات الفراوله بزاف كاينه وتخسر بزاف، من الاحسن ديروها عصير. ونهدي هذا العصير لحباباتي وصحاباتي، نتمنى تجربوه وديروه وما تندموش عليه. وهنا ينتهي لا فيديو تاعي، ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة إلى الملتقى إن شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.